157 سنة هو عمر مدينة جلفة، وقبل أن تكون مدينة كانت عبارة عن ثكنة عسكرية، وبدأت فيها معالم التمدن تظهر فيها من خلال منشآت قديمة، حتى أصبحت مع مرور الوقت رابع أكبر ولاية. جلفة تأسست في 1861 بقرار امبريالي تاع نابليون 3 سجلها. آنذاك كانت البلاد ما كان بعض السكان برك، والسكان تاع المنطقة كانوا كاع رحل، دونك المدينة ما كانتش موجودة. جلفة اللي راها الآن الرابعة في المستوى الوطني من حيث السكان، هي كانت بكري وشهيني السكان تاعها يجوا كما دوك احنا نقولوا حي. تضاربت الأقاويل بخصوص أصل تسمية الجلفة، فهناك من يرجح فرضية التسمية إلى تقشر الأرض، لكن هناك من يعتقد أن هناك أصول أخرى لهذه التسمية. العروش اللي هنا يقولوا رانا رايحين الجلفة. الجلفة هي المكان اللي تجلف فيه القشرة الفوقية للأرض. العرب عندنا يقولوا العودة تجلف، عندنا عجة تجلف، يعني حملت درت الحياة، وبالتالي أصحاب الجلفة مهما كانت العاشرة تاعهم هما ألطاف في الهضرة تاعهم، هما سمحين في الهضرة تاعهم. احتفلت مؤخرا بلدية الجلفة بذكرى تأسيس هذه المدينة، حيث عرضت صور قديمة وأخرى حديثة لهذه المدينة. أول مرة تقام هذه التظاهرة نجمع فيها أبناء الجلفة، نحتفل بها، نحيي ذكرى 157. حتى وإن اختلفت أسباب تسمية الجلفة، تبقى هذه المدينة المسامحة تحافظ على أصالتها وعراقتها وبساطة سكانها الطيبين. مدينة تاهرت، وأطلق اسم تاهرت على مدينتين في الجزائر، تاهرت القديمة المدينة الرومانية وتعرف اليوم بتاهرت، وتاهرت الحديثة تقادمت اليوم وهي على بعد 10 كيلومترات غرب تاهرت القديمة. بناها إمام الدعوة الإباضية عبد الرحمن رستم سنة 148 هجرية، وجعلها مركزا لدولته الرستمية. في سنة 296 هجرية استولى عليها الداعية أبو عبد الله الشيعي وأنهى حكم الرستميين فيها، وصارت تابعة للفاطميين ونوابهم من صنهاجة. بعد انتقال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر، خضعت المدينة لسيطرة قبيلة زناتة عليها مرارا، ثم صارت تابعة للموحدين. لكن غارات البربر الكثيرة أجبرت أهلها على النزوح عنها ولجوئهم إلى المدينة القديمة التي كانت على رأس الجبل وكان لها سور. وفي سنة 620 هجرية كانت تاهرت المحدثة قد هجرت بالكامل. أثناء الثورة الجزائرية ضد الفرنسيين أصبحت تاهرت ملاذا للثوار، فأسس بها الأمير عبد القادر الجزائري مصانع للأسلحة وسك العملة. كما أصبحت تاهرت مركزا أساسيا من مراكز تربية الخيول الأصيلة والفروسية، واشتهرت بذلك على مستوى العالم. بعد الاستقلال أصبحت تاهرت من مدن الجمهورية الجزائرية، وبقيت المدينة القديمة باسم تيرت المركز العامر. أما مدينة الرستميين فأصبحت موقعا أثريا بطبيعة أخاذة تحت اسم تا قادمت.